السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تسريب فيديو للاعبين الزمالك بالكازينوهات الليلية أمس. مظاهرات أمام نادي الزمالك وأمام منزل رئيس نادي الزمالك. إقالة مرتضى بالمظاهرات وحراسة أمنية مشددة. قبل ما نخش على التفاصيل يا رجالة، يا ريت ما تنسوش تدعموا أخوكم باللايك والشير وتذكروا الله وتصلوا على النبي في التعليقات. وإذا كنت بتشوفنا لأول مرة لازم تشترك في القناة وتفعل جرس الكل عشان تشوف كل جديد. بعد مباراة الزمالك وبلوزداد والخسارة وانتفاضة جماهير الزمالك الرهيبة، والظاهر إن محدش قادر يقف قدام الغضب الجماهيري الرهيب لدرجة إن هناك تأمين زيادة عن الحد لرئيس نادي الزمالك خوفا من غضب الجماهير، لان حصل تظاهر جماهيري امام منزل رئيس النادي وكذلك تظاهر جماهيري امام نادي الزمالك، وكله بيطالب بعزله. خلاص يا جماعه، الجماهير اللي كانت بتتشتم بالام والاب وكانت ساكته عشان فريق كرة القدم ماشي. طبعا هم نفسهم في بطولات، لكن اول ما الفريق ما جاب ورا وبقى في انهيار تام كله انتفض وفاض بيه الكيل، ودلوقتي بقى يردوا له الشتيمه الصعصعين. والجماهير دلوقتي اللي كانت عاميه عن اشياء وهي شايفاها بعينيها وساكته، دلوقتي بقت تتكلم عنها، بقت تتكلم عن ليه هو من يوم ما مسك من 9 سنين وهو بيجيب بال 18 صفقه كل سنه ويمشي 3/4 اخر الموسم ويجيب بدلها تاني موسم، وبقت دلوقتي ما بتطالبش بانه يمشي بس، لا ده بتطالب بحسابه وحساب من عاونه على خراب نادي الزمالك. كل الجمهور دلوقتي بيعيد الشريط من اول وجديد، وبقى يتكلم عن ان في نادي في العالم يمشي مدرب 3 ايام ويرجعه تاني، خاصة بعد تصريح فيريرا امبارح ان هو قدم مباراة قوية. الكلام ده جننهم، الكلام ده خلاهم يغلوا اكتر. هو الراجل ده كان بيشوف مباراة تانية ولا بيستهبلنا ولا في ايه؟ النهارده يا جماعة في اجتماع مجلس ادارة في فيلا رئيس النادي لدراسة تصعيد ازمة القيد للاتحاد الدولي، ودي هتبقى نصيبة سودا اكتر على الزمالك. اخطائه كترت جدا جدا جدا، ودراسة بيع بعض اللاعبين. وعشان كده النهارده تم تسريب فيديو ل3 لاعبين في احد الكازينوهات الليليه عشان يمهدوا للجماهير ان اللاعيبه هي السبب وهي اللي مكبره دماغها ومش هاممها اي حاجه. وبيقولوا في التسريب ان الفيديو ده كان امبارح. طبعا مفيش حاجه تثبت ان الفيديو ده كان امبارح عشان برضو نتكلم كلمه حق، وانا مش هقول لكم مين اللاعبين عشان دي حياه شخصيه ليهم، هم حرين فيها. وبيتكلم هيخصم نسبة لا تقل عن 20% من قيمة عقود اللاعبين. الكلام ده مفيش حد هيوافق بيه، اللاعبين اساسا ما بتقبضش. الدنيا خربانة في نادي الزمالك يا جماعة، وربنا يكون في عون جماهيرهم، لان انا حاسس بيهم كارثة ما بعدها كارثة وفضيحة ما بعدها فضيحة، وربنا يستر على الجميع. ودي نهاية الحلقة، ويا ريت اذا الحلقة عجبتك ما تنساش تدعم اخوك باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.